السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة انك بتحبيها بس بتخافي تعمليها. جبتلك الطريقة والمقادير المظبوطة اللي تخليكي تعمليها وانت مغمضة عينيكي. ايوه فعلا هتعملي رموش الست وانت مغمضة عينيكي. مش هتبطلي تعمليها من سهولة الطريقة اللي انا جايباها لك دي. بصي كده الجمال ده. هتعتمدي على طول طريقة رموش الست دي وهتعمليها ان شاء الله على طول. بصي كده دايبة دايبة كده دوب بمعنى كلمة دايبة. هقولك على الطريقة المظبوطة اللي تطلع معاكي رموش الست دايبة كده دوبان. بصي كده الجمال ده. شاربة كده الشربات بتاعها ومرملة ودايبة. مجرد بس كده انت ما بتلمسيها هي بتتكسر في ايديكي من دوبانها. وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الفيديو تشجيع كده حلوة منك باشتراكك في القناة ولايك وشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا هنا نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة المطبخ. وانزل عليها بنص كوباية من السكر البودرة. في الوصفة دي اساسي سكر بودرة، لكن لو سكر حبيبات هينشف معاكي رموش الست. اضربهم بقى كده كويس لغاية ما يدوني كده لون فاتح كريمي. ضربتهم كويس بالشكل ده كده لغاية لما لونهم افتح وبقى لون كريمي كده. انزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعلى البيضة كيس كده من الفانيليا. اقلبهم بقى كده مع بعض كويس، ادوب كل حاجة مع بعضها. قلبتهم كده كويس مع بعض، انزل عليهم ب3 معالق من السميد بما يعادل بالكوباية المعيارية ربع كوباية. ما تزوديش في السميد علشان ما ينشفش معاكي رموش الست. معايا هنا كوبايتين من الدقيق. انا هنزل بكوبايتين كده الا ربع او كوباية ونص. ما تنزليش بالكوبايتين كلهم مرة واحدة علشان العجينة ما تحتاجش معانا ان احنا نضيف لها حاجة تانية. فانزلي كده تدريجيا بالدقيق واحدة واحدة. انزلي كده اول حاجة بكوباية ونص من الدقيق وقلبي. لقيت العجينة بتلزق في ايدك ضيفي لها شوية تانية من الدقيق لغاية لما تلاقي العجينة كده ما بقتش تلزق خالص في ايدك. وانزل عليهم برشة كده من الملح وربع معلقة من البيكنج باودر. ربع معلقة كفاية من البيكنج باودر علشان ما تنفش كده وتفرش ويبقى شكلها مش حلو. في الخطوة دي انت هنا مش بتعجني، انت بس يا دوب تقليبة كده بتقلبي كده المكونات مع بعضيها. لكن هتقلبي كتير وتعجني كتير هتنشف معاكي. انا هنا بقولك على المعلومات اللي تطلع معاكي رموش الست ناجحة. بصي كده ما بتشققش ازاي. اختبري بقى كده العجينة بتاعتك بعد ما تقلبيها كده مكوناتها مع بعضيها وشوفيها كده. لقيتيها بتشقق معاكي ضيفيلها معلقة من السمنة. لقيتيها تمام ومظبوطة كملي تشكيل فيها، شكليها وكملي تشكيل فيها. هنشكلها ازاي بقى؟ انا هنا طلعت معايا رموش الكميه دي طلعت معايا صينيتين. فعلشان مده الفيديو ما اطولش عليكم في الفيديو شكلت صينيه وهشكل الصينيه التانية معاكم. بتاخدي كده قطعه من العجينه كده صغيره. قطعه صغيره كده بتلينيها بس كده من بين ايديكي كده وتكوريها بالشكل ده. وبتسحبيها بقى كده من الطرف ده ومن الطرف ده بالشكل ده كده على شكل العين كده او على شكل الرموش. تاخدي كده قطعة من العجينة بتلينيها كده بين ايديكي كويس وبتديلها سحبة من الطرف ده وسحبة من الطرف ده بالشكل ده كده. وبتسيبي مسافة بين كل واحدة وواحدة.
لينيها كده، خدي قطعة كده لينيها كده بين ايديكي. انا هنا عملت منها شكلين، الشكل اللي هو المدور بتكوريه عادي وبتحطيه كده في الصينيه، بتكوريها كده بالشكل ده وتحطيها كده في الصينيه، والشكل التاني اللي على شكل العين او على شكل الرمش بتديلها كده سحبه من الطرف ده وسحبه من الطرف ده. بصي انا هنا كده بوريكي حتى في اخر العجينه، هي معايا العجينه ممتازه ومقاديرها مظبوطه، مش بتشقق نهائي. طبعا بتدخليها بقى كده على فرن سخن على درجه حراره 180، بتحطيها على الرف اللي في النص، واول ما تلاقيها بدأت تاخد معاكي لون من تحت شغلي عليها الشوايه، او لو الفرن عندك بيشتغل من فوق وتحت تابعيها كده اول باول. اول ما تاخد معاكي لون طلعيها. والشربات انا كنت الشربات انا ما عملتش شربات، انا كان عندي شربات رموش الست، نفس شربات البسبوسه بالظبط، كوبايتين ميه على كوبايتين سكر، واول ما يغلوا معاكي اديهم عصره ليمونه ورشه من الفانيليا. هنا اول ما تطلع من الفرن معاكي على طول اسقيها بالشربات وهي سخنه، والشربات في نفس الوقت سخن. هنا انت بتعاملي رموش الست نفس معاملة البسبوسة بالظبط علشان تطلع معاكي دايبة ومرملة، واول ما تسقيها غطيها بالغطا على طول هتفضل معاكي طرية. 5 دقايق كده ارفعي الغطا واقلبيها على الوش التاني علشان تشرب الشربات من الناحيتين بالشكل ده زي ما انا عملت في الصينية الاولانية. الصينية الاولانية طلعت معايا، طبعا الفرن بياخد صينية، فالصينية الاولانية طلعت معايا سقيتها على طول، هي سخنة أول ما طلعت من الفرن والشربات في نفس الوقت سخن، سقيتها على طول وغطيتها، وديني بقلبها معاكو على الوش التاني. أنا بقولك على الأسباب اللي تطلع معاكي رموش الست ناجحة ومظبوطة ودايبة. عامليها نفس معاملة البسبوسة بالظبط، اسقيها أول ما تطلع معاكي من الفرن بالشربات يكون سخن وغطيها 5 دقايق ولا 7 دقايق كده، ارفعي الغطا واقلبيها على الناحية التانية. واخدت معانا لون جميل من غير ما ندهن وشها بيض ولا اي حاجة. عايزة اقولك ان دي احلى من اللي بتدهني وشها بالبيض. وبصي طالعة لونها خطير ازاي، جربي الطريقة دي وبجد هتعجبك قوي قوي قوي. شاربة الشربات بتاعها، بصي كده اللون واخده لون من كل النواحي، اللون واحد من كل النواحي، من فوق ومن تحت ومن الجناب، لونها واحد من كل النواحي. اتبعي طريقتي بالظبط وهتطلع معاكي النتيجة دي. ايه رأيك بقى كده في الجمال والحلاوة دي؟ يلا بقى كوباية ونص كده من الدقيق، وقومي اعملي بقى كده كده شوية حبة رموش الست وجربي الطريقة دي وهتدعيلي عليها. بالظبط هي اخدت معايا من الدقيق كوبايتين الا ربع من الدقيق. يلا ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو لايك كده حلو منك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.